السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده زي ما انتم شايفين كده انا محضره كيلو من اللحمه هتبله معاكم، وهعمل شويه كفته كده يا رب يعجبوكم. اول حاجه طبعا انا هتبل اللحمه بتاعتي. حطيت معلقه من الفلفل الاسود، هحط برضو معلقه صغيره كده من توابل اللحمه، شويه قرفه. القرفه على اللحمه المفرومه بتديها طعم حلو قوي. هظبط التوابل بتاعتي كده على اللحمة علشان تديني احلى كفتة ممكن تاكلوها. حطيت شوية كمون صغيرين واحط شوية كزبرة. هلم التوابل اللي عندي كلها كده اتبل بيها اللحمة. ظبط الملح بتاعنا. هحط بقى كمان حوالي نص كوباية كده حلوة من البقسماط. انا كده بجيب البقسماط، انا مش هغيب اهو. حط كوباية صغيرة كده او نص كوباية من البقسماط. بس كده حوالي نص كوباية. معايا بيضاية برضو هحطها عليه. الخليط بتاعنا كله اهو. هنا بقى انا نسيت حاجة وهفتكرها وانا واقفة بعمل الكفتة كده، هديها دعكة حلوة كده وفي الاخر هفتكر ان انا نسيت حاجة. اكيد انتوا افتكرتوها. هدعك الكفتة بتاعتي كلها كده دعكة دعكة حلوة. وسط ما انا بدعك الكفتة كده بصوا افتكرت ان انا ما حطيتش بصل. فرمت بصلاية بسرعة ورحت جايباها، وحطيت برضو بصل بودر وتوم بودر. مش عارفة ازاي انا نسيتهم، بس الحمد لله افتكرتهم قبل ما اصبع الكفتة. هدعك برضو الكفتة بتاعتي تاني كده دعكة حلوة بقى عشان ادخل البصل كده والتوابل كله في بعضه. اديها دعكة حلوة كده. بس كده دخلت بقى الخليط كله في بعضه زي ما انتوا شايفين. اغسل ايدي بقى وابتدي اصبع الكفتة. عارفين انا ما بعرفش استعمل بصراحة الكلافزات والحاجات دي. انا بحب ايه احس بملمس الحاجة كده وانا بدعكها. بس جبت بقى المسن بتاع السكاكين زي ما انتوا شايفين كده. الجيش قالك اتصرف. هبتدي اصبع عليه الكفتة زي ما انتوا شايفين. بمسك قطعة قطعة من اللحمة. انا بعد ما عملت اللحمة انا شلتها في التلاجة حوالي نص ساعة بصراحة. ما كترتش طبعا، ما يعني عايزة تسيبيها اكتر من كده سيبيها. لكن انا عشان كنت مستعجلة، انتوا عارفين بقى ايه، كنت في رمضان. وقت رمضان برضو بيبقى ضيق. فانا شلتها نص ساعة كده احس انها ارتاحت شوية وشربت من التوابل بتاعتها كده، وابتديت اصبع فيها. بظبط كده على المسن اللي انا ماسكاه دوت الكفتة كلها كده لغاية ما اخلص الكمية بتاعتي كلها. بحاول اتك عليها كده وزي ما انتوا شايفين اكبس حتة اللحمة كده كلها كده واصبعها تبقى صباع كفتة زي ما انتوا شايفين كده جميل. وبروح سحباه بالراحة من قلب المسن. حاجة سريعة وما بتاخدش وقت مننا. كمل بقى الكمية بتاعتنا كده وارجع لكم على طول. هنا كنت خلصت خلاص الكمية. نسيت اقول لكم ان انا كنت بعوز ايدي كده سنه من الزيت صغيره وانا بصبع الكفته. ده الزيت اللي فاض من تصبيع الكفته. بدهن وش الكفته كده بتاعتنا بالفرشه كده تلميعه بسيطه قوي من الزيت. طبعا انا كنت دهنه الصينيه برضو في الاول. بدهن الكفته كده من قبل ما ادخلها الفرن. هخلص بقى كده وادخلها الفرن على طول. اسرع حاجه ممكن تعملوها. خلاص يا هاله، في كفايه كده، كفايه قوي كده. بس كده حبايبي اهي، دي صينيه الكفته بتاعتنا. دخلها بقى الفرن كده
واخرجها واوريها لكم. هنا صينية الكفتة بتاعتنا خرجت زي ما انتوا شايفين كده. بصوا صوابع الكفتة جميلة، بس هعمل تكاية صغيرة كده عشان تدينا طعم حلو بعد الكفتة بتاعتنا ما استوت. دي الكفتة بتاعتي اهي بعد ما خرجت من الفرن. لحلحتها من الصينية زي ما انتوا شايفين كده، يعني اديتها هزة كده زي ما انتوا شايفين، مش لازقة ولا حاجة. هجيب بقى الورق الفويل احاول اغطي الصينية بتاعتي بعد ما استوت. بس كده. انا هنا بقى كنت مولعة فحماية صغيرة عشان احطها في قلب الصينية. احط ورقة صغيرة كده من الفويل في قلب الصينية، وهروح حاطة في قلبيها الفحماية. طبعا انا غطيتها عشان الريحة طبعا تتكتم. انا ظبطت الورقة كده. هجيب بقى الفحماية هحطها في قلب الصينية، شوية زيت صغيرين قوي، واروح حطاها مع الفحماية يطلعوا لنا ريحة الكفتة بقى، تبقى مشاوي كده خالص. زي ما انتوا شايفين كده انا حطيت الفحماية نقطة صغيرة من الزيت، وهروح مغطية الصينية بسرعة. الله على الجمال. الريحة بقى هنا ما اقولكوش على ريحة الكفتة، بتتغير خالص والطعم بيتغير وبتبقى حاجة تانية خالص. بصوا مغطياها، والدخنة برضو خارجة من الحروف. هي كانت فعلا عاملة ريحة جامدة قوي. هنا الكفتة بتاعتي خلاص بقى كده كانت خلصت. في الوقت دوت انا كنت بحمر شوية مكرونة. سبت الكفتة كده، كنت المكرونة طبعا على النار خلاص محمراها وخلصتها، وهوريكم بقى انا عملت ايه في النهاية. بس هنا دي الكفتة بتاعتنا خلصت خلاص، وشيلنا الفحم بقى منها كده. خلاص كده الريحة جميلة والكفتة جميلة، والمكرونة كمان كانت خلصت. بصوا منظر الكفتة وجمالها. هنا بقى كنت عملت ايه، المكرونة المحمرة. ودي وجبات الخير اللي كنت بقدر عليه بعمله كل يوم كده، اقل حاجة ممكن تعملوها. انا والله ما رضيت انزل الحاجات دي في رمضان، بس يا ريت كلنا نعمل كده. مش لازم في رمضان على فكرة، يعني حاولوا تساعدوا الناس، حاولوا تشوفوا مثلا جامع، اي مكان كده. الامن بتاع الجوامع والاماكن اللي هي الامن بيبقى قاعد فيها ديت، بيبقوا قاعدين مستنيين اي حاجة زي كده. والله يعني فكرة حلوة، يا ريت الكل يطبقها مش لشهر رمضان بس. انا اقسم بالله كنت بعمل كده طول شهر رمضان. اقل حاجة ممكن اعملها بعملها. ابني بيجيب مع الحاجات دي مثلا شنطة فيها موز مع صباع موز، عصير اللي هو في الكرتون، اي حاجة. الكرتونة اللي هي بتاعت الفرد الواحد ديت، الطبق كده مع علبة العصير او صباع الموز، كان بيفرح اي حد ممكن نداله. وده كده كان نهاية الفيديو بتاعي، يا رب يكون عجبكم. باي باي.